اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم على موعد مباراه الزمالك ضد البنك الاهلي، وهنتكلم المباراه تكون صعبه على نادي الزمالك. هنتكلم عنها بالتفصيل، بس اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل وتابع معايا الفيديو للنهايه. يلا بينا نخش على تفاصيل فيديو. موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي لا تقام في كاس الرابطة. المباراة تقام في الساعة 9:15 مساء على استاد برج العرب. المباراة تكون صعبة على نادي الزمالك بعد خروجه وتوديعه من دوري أبطال أفريقيا، وغيابات مؤثرة طبعا على فريق نادي الزمالك، وأهمهم وهو أحمد السيد زيزو اللي هو دلوقتي موجود في معسكر منتخب مصر، وأحمد فتوح الجناح الشمال، ومحمد صبحي اللي هو كان بيشارك بصفه اساسيه، وكلها طبعا من الاعمده الاساسيه، وغير المهاجم سيف الدين الجزيري برضو اللي هو كان بيشارك مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره. ودلوقتي توقعاتي للتشكيل اللي ممكن يبدا بيه احمد عبد المقصود، وهو في حراسه المرمى محمد عواد ومحمود حمدي الونش، واتمنى يدي فرصه ان هو يكون جنبه محمود شبانه، وممكن عبد الشافي يبدا ناحيه اليمين، ممكن عمر جابر او السيد عبد الله نيمار، ممكن يدي لمحمد اشرف رؤى او عمرو السيسي او نبيل عماد دونجا، وممكن يبدا باحمد بالحاج الصفقه الجديده ومصطفى شلبي، وقدام ناصر منسي وممكن ابراهيم انداي. دي توقعاتي للتشكيل، ولكن انا بقول لكم ان طبعا المباراه تكون صعبه لان طبعا مفيش اي تجانس، او اللعيبه دي كلها ما لعبتش برضه مع بعض كتير، فالمباراة تكون صعبة على نادي الزمالك. ولكن هنشوف مستوى اللعيبة دي هيكون عامل ازاي في غياب طبعا المؤثرين زي احمد السيد زيزو وسيف الدين الجزيري واحمد فتوح، وبالمرة نشوف الزمالك هينكد علينا في رمضان ولا لا. فنتمنى ان اللعيبة دي تثبت نفسها الفترة الجاية علشان نعرف ننافس حتى في بطولة الدوري على المركز الثاني، عشان نعرف السنة الجاية نشارك في افريقيا. واللي تحت توقعاتك للمباراة، واذا كنت انت متحمس لمباراة الزمالك ضد البنك الاهلي ولا لا. متنساش تعمل لايك واشتراك. يلا سلام.